موقف محترم جدا من محمد شحاتة. الولد اللي قدامك ده واقف بردان، طبعا الجو كان ساقع في المغرب في مباراة مصر وزيمبابوي، فمحمد شحاتة لما لقاه واقف بردان فعرض عليه ان هو يديله الجاكيت بتاعه. فطبعا اداله الجاكيت بتاعه محمد شحاتة، موقف رائع منه بصراحة. فالولد اخد الجاكيت ولبسه، كان فرحان بيه جدا طبعا. موقف محترم جدا من محمد شحاتة. في حد من المنظمين بتوع المباراة نده على الولد، فهو طبعا نده حد من زمايله يقف مكانه علشان يروح فيشوف المنظم ده عايزه ايه ليه. طبعا فطبعا المنظم هو كان عايزه علشان يقلع الجاكيت، لان طبعا بيبقى فيه يونيفورم زي ما انت شايف كده. هو نده حد عشان يقف مكانه وراح للمنظم علشان يشوف عاوزه ليه. فطبعا المنظم قال له يقلع الجاكيت اللي هو لابسه، لان طبعا انت عارف بيبقى في زي معين بيلبسوه اللي هم الناس اللي واقفين في التنظيم بتاع المباريات. فطبعا الجو كان برد جدا، فهو قال له ان هو لابس الجاكيت ده لانه بردان وكده. فطبعا المنظم قال له خلاص خليك يعني لابسه. فالولد طبعا رجع تاني بعد ما كان قلع الجاكيت. وهنا رجع بقى الولد مكانه تاني، وقف في المكان اللي هو بيقف فيه. طبعا موقف محترم جدا من محمد شحاتة، بيبين قد ايه ان هو شاب خلوق ومحترم. نتمنى المواقف الجميلة دي تبقى موجودة دايما بينا الأشقاء في مختلف المناسبات يعني والبطولات. والروح الرياضية طبعا هي الشيء السائد في الأول والآخر. موقف أخلاقي محترم من محمد شحاتة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.